مش هتصدقني لو قلت لك انك ممكن تشوي على فيو النيل ده، ولا لو قلت لك ان في مطعم بيقدم لحمه بس ناي. عموما المكان ده اكتشاف، هو في المعادي بقعدات واتموسفير على النيل مميز جدا. اسمهم مس فتحيه، ودول اللي فاتحين على فكره في البرج، وكانوا مميزين بالفطار هناك. هنا برضو في فطار بس مميز اكتر بالاعداد بتاعته وبموضوع الشوايه اللي قلت لكم عليه. ايه الحوار ده بقى يا ابن علاء الدين؟ انتوا بتختاروا عددكم وبتقولوا لهم ان انتوا عايزين تشووا، بينزلوا لكم الاكل واللحوم نيه وممكن تشووا انتوا، او يجي الشيف يساعدكم في الشوي. المريح في الموضوع ده ان المطعم بيوفر لك السلطات والحاجات اللي انت محتاجها كلها، وما تقلقش صاحبك اللي بيقول لك انه بيعرف يشوي مش هيحرق الاكل لان في شيف معاه. ايه بقى الاصناف الموجوده؟ في كفته، في كباب، في كمان حواوشي اللي قدامكم ده ومليان لحمه، وانا تحديدا عجبني قوي خلطه وفرمه اللحمه اللي فيه. وعلى فكره ممكن تطلبوا حاجات تانية زي الملوخيه مثلا. في برضو ريش دي ضمن باكج الشوي، وفي شيش طاووق. بس نصيحه بقى، روحوا وقت الغروب، الفيو بجد بيبقى مبهر. ممكن بعد الاكل تقعدوا تحلوا. في عندهم كسكسي باللبن والسكر، وفي عندهم ام علي، ام علي كانت خطيره، واكيد مفيش احلى من كوبايه شاي على الفيو ده. واخيرا ما تنسوش الفولو عشان جاي لسه كتير.